حبايب قلب النفساني دفعة أولى ثانوي 2025. إن شاء الله هنبدأ لكم سلسلة قوية جدا 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 في منهج الفلسفة والمنطق. أنا عارف إن المادة دي جديدة عليك وعارف إن أنت أول مرة تسمعها، بس أكيد عرفتها وعرفت عن صعوبتها، وكتير ناس كتير خوفتك أو رهبتك منها. ما تقلقش من الكلام ده كله، الكلام ده كله ترميه ورا ظهرك، لأنك معانا إن شاء الله هيبقى الموضوع مختلف تماما تماما. هنجهز لكم سلسلة قوية جدا من الفيديوهات ان شاء الله. على كل درس هيبدا يجي لك الفيديو، وهنحل كمان على كل درس، بحيث ان انت تكون مطمن تماما لكل المنهج بتاعك وتخش الامتحان سواء كان شهر ولا كان اسبوعي ولا كان تكليفات او غيره مطمن مليون في المية. ما تقلقش، ان شاء الله مع بعض هنبدا اول حصه معانا ان شاء الله النهارده، وهي الفلسفه. ايه هي؟ بتتكلم عن ايه؟ طيب، في الاول بتتكلم عن اكتر من موضوع. طبعا عندنا مثلا التفكير، عندنا ايه هي العوامل اللي بتشيل التفكير، ايه هي العوامل اللي بتوقع فراغات التفكير، درس واثنين وثلاثه، بعد كده بيكلمك عن الفلسفه والعلم الى اخره من المنهج. بس انا مش عايزك تقلق خالص. ليه يا عم؟ واحده واحده وافهم معايا بقى بيقول ايه الفلسفه. فهنبدا النهارده ان شاء الله في جزئيه الفلسفه، وان شاء الله الفيديوهات اللي بعد كده هناخد فيديو منطق، فيديو فلسفه، فيديو منطق، فيديو فلسفه، عشان تبقى انت متسارع معانا. تجاوب معايا، حاول تشوف الشرح واحده واحده، ركز معايا، كل الموضوع هيبقى بسيط، ما تخافش من الماده تماما. سمي الله، يلا بينا. عندك اول حاجه، ايه هو التفكير؟ مفهوم التفكير مفهوم مش غريب عليك ولا صعب بالنسبه لك. انا كل اللي انا عايزك تعرفه ان مفهوم التفكير دوت ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ان احنا ارقى الكائنات. ده طبعا من حكمه ربنا سبحانه وتعالى، ان عرضنا الامانه على السماوات والارض فابين ان يحملنها وحملها الانسان. يعني الانسان هو اللي حمل الامانه، لان هو ارقى الكائنات، مطلوب منه ان هو يعمر الارض وعباده ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اذا بالنسبه لك عشان تقدر ان انت تطور وتعمر محتاج عقل، والعقل دوت شيء غير مادي، ما تقدرش تمسكه ولا تقدر ان انت تختبره بايدك ولا تقدر تشوفه حتى. فعشان كده قدرات العقليه بتاعتك لازم تبقى فاهم بتتحكم فيها ازاي وبتحصل ازاي. واحده واحده، يلا بينا. التفكير يا صاحبي في البدايه خالص ان احنا عندنا التفكير، لان دوت ربنا مدينا جفت، هبه. سبحان الله ان ربنا مديها لنا، هي هبه عظمى كبيره جدا من الله وهبها للانسان، والانسان هو من اعظم الكائنات اللي ربنا سخروا بيه تعمير الارض، وبيبدا ان هو يكون حضاره والى اخره. فاذا تكوين الحضارات ده ما كانش من فراغ، تكوين الحضاره كان بسبب عقليه الانسان اللي ربنا اودعها فيه. تاني حاجه انا قلت لك ان الانسان لما بيجي يتعلم بيتعلم وهو مش قاصد يتعلم. التعلم دوت ما بيكونش تعلم مقصود. غير كده حتى لو هو كان بيفكر بطريقه غير مقصوده. ازاي يا مستر؟ انت يا عم الحاج وانت رايح تنام بتفكر وانت مش عارف تفكر ليه. انت لما تخش سوبر ماركت عشان تشتري حاجه معينه، لو ما لقيتهاش اوتوماتيك بتلاقي نفسك بتفكر في بديل او تطلع بره المكان. يبقى اذا بالنسبه لك انت بتمارس عمليات التفكير 24 ساعه اللي انت صاحيهم، او انت ال 12 ساعه اللي انت صاحيهم، او 6 ساعات اللي انت صاحيهم، ايا كان طول ما انت صاحي فعقلك شغال تفكير. طيب، كده كده احنا عارفين ان الانسان حيوان مفكر، حيوان مفكر، بس يعني هو بيفكر عشان في حياه يعني وكده. انما الفلاسفه لقبوا الانسان بلقب تاني، وهو ان الانسان هو مين؟ هو المفكر. يبقى اذا بالنسبه لك يا صاحبي الانسان حيوان مفكر، الانسان حيوان مفكر. الانسان اسمه المفكر، اسمه المفكر. الانسان بيمارس تفكيره، هو بيمارس تفكيره. طب مثلا يعني ايه تفكير؟ بص يا عم، التفكير موضوع سهل قوي، بس عايزك تركز معاه شويه. التعريف القديم كان عباره عن عمليه ذهنيه بيقوم بيها الانسان لوضع خطه. طبعا الافيه الجميل بتاعنا انا قلت لك قبل كده ما تقربش من الخطه، ما تلعبش معاها عشان ما تخربشكش. اسف جدا، كمل معايا. لوضع خطه لهدف ما. يبقى انا بحط خطه عشان ايه؟ عشان هدف. طيب، كلام جميل قوي. يبقى اذا بالنسبه لي هو عمليه، ايه بقى التعريف المجمل بتاعه؟ هو عمليه عقليه راقيه. تاني كده، عمليه عقليه راقيه. وبما ان الانسان هو ارقى الكائنات، يبقى اذا هو المسؤول عن العمليه العقليه ديت، يعني تشغيل دماغ. يبقى لما اقول لك يعني تفكير ببساطه شديده تقول لي هو ايه؟ تشغيل دماغ يا صاحبي. طيب، يبقى بيقوم بيها الانسان مستهدفا. ركز معايا، يبقى هو بيدور على مين؟ بيدور على هدف. يبقى الانسان بيقوم بالعمليه ديت عشان يدور على هدف، عشان حاجه من كذا حاجه بقى كتير قوي.
ممكن يا اما مشكله قدامه عايز يحلها، او ممكن يكون عايز يفسر موقف غامض اتعرض عليه، او يواجه اي ظرف من ظروف مين؟ الحياه. عايز اعرف ارتب مصاريفي ازاي، انا دلوقتي عندي مصروف كذا، هصرف قد ايه كذا وكذا الى اخره. طول ما عقلك شغال، طول ما حاسس ان دماغك بتسخن وعمال تفكر وعمال تحط لنفسك اهداف وهتعمل ايه وهتسوي ايه، اعرف على طول ان هي عمليه، اسمع صوتك، التفكير. صح كده؟ يبقى اذا بالنسبه لي الحضاره الانسانيه كلها هي دليل قوي جدا على تطور تفكير الانسان. هو الحضاره الانسانيه كنا ايه؟ كنا ايه زمان؟ كنا بنتعامل الاول ورقيات، شويه بقينا بنتعامل ديجيتال، شويه بقينا بنتعامل بشاشات والى اخره وذكاء اصطناعي. يبقى اذا التطورات دي كلها كان اساسها مين في البدايه؟ كان الانسان. يبقى اذا الاقمار الصناعيه والانترنت والى اخره اللي احنا وصلنا له، كل ده كان اساس عمليه مين؟ التفكير. اقرا معايا تاني. يبقى عمليه التفكير هي عمليه عقليه راقيه عشان بتستهدف بيها الانسان يحل مشكله او يفسر موقف غامض جديد عليه او يواجه ظروف الحياه. طب ازاي بتحصل العمليه دي؟ بص يا عم، الموضوع ده جميل قوي 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 قوي، بنشرحه عندنا للطلبه في علم النفس. تعالى مع بعض كده اخدك في رحله صغيره خالص 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 خالص. ايه هي الرحله دي؟ الرحله دي بتقول لي ايه؟ بص يا صاحبي، ببساطه شديده، ما بعرفش ارسم بصراحه يا جماعه، بس معلش استحملوني بقى. وي 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 وي. المنظر اللي انت شايفه ده المفروض ان هو يكون عندك، اسف جدا، خليه عصبيه. يبقى المنظر اللي قدامك ده اسمه ايه؟ اسمه الخليه العصبيه. ايه هي الخليه العصبيه دي يا مستر؟ الخليه العصبيه دي يا عم الحاج ببساطه شديده هي اي حاجه موجوده في جسمك. الشعرايه اللي موجوده على ايدك ديت تحتها خلايا عصبيه كتير قوي بتنقل الاحساس اللي حصل على الشعرايه ديت، سواء كانت بروده سواء كان حراره او غيره. في مناخيرك في خلايا عصبيه بتنقل الطاقه الكيميائيه اللي هي الشم، في عينك بتنقل الطاقه الاشعاعيه، في ودنك بتنقل الطاقه التردديه اللي هي الصوت. طيب بقك نفس الكلام، طريقتك في المشي، طريقتك في التوازن، في الوقوف، في الحركه، الكلام ده كله. مستر عايز اقول لي يا مستر عقلك ما بيشتغلش بالطريقه اللي انت فاهمها خالص، لا خليك معايا بقى. عقلك لما بيجي يشتغل بيشتغل بالطريقه دي، والطريقه ديت ان عقلك لما بتقع عليه اي مثير من المثيرات ان هو عايز يفهمها بتبدا تتكون بيها خليه عصبيه اللي حضرتك فاهمها. يعني يا مستر اي معلومه في حياتي، اي معلومه فاكرها، اي حاجه حصلت لي بتعتبر بالنسبه لي خليه عصبيه. بتعتبر بالنسبه لك خليه عصبيه بيمر فيها طاقه معينه فتبدا يحصل لها نشاط فتنشط، تصحى الخليه فتفكرك بالمعلومه اللي بعدها والمعلومه اللي بعدها وهكذا. يبقى اذا انا استفدت ايه من اللي انت قلته ده يا مستر؟ يا عم الحاج انا عايزك تفهمني بالراحه كده واحده واحده. انا عايز افهمك ان انت عن طريق الخلايا العصبيه ديت او طريقه الخلايا العصبيه ديت هو ده اللي بيحصل في التفكير. بيقع عليك مثير معين بتتلقاه من الحواس بتاعتك، الخطوه الثانيه اللي بعدها بيبدا ينشط المثير جوه عقلك، فبالتالي عقلك بيبدا يعمل ايه؟ كل اللي بيبدا عقلك يعمله ان هو يبدا يمارس مهاره التفكير او طريقه التفكير. يبقى الخطوه الاولى ان الانسان بيتعرف على المثير او الموقف اللي بيقع عليه من خلال مين؟ من خلال الحواس يا صاحبي، تذوق، شم الى اخره. الخطوه الثانيه بيبدا فيها مين؟ المخ ده انا شايفه وعارفه خلاص. فالمخ بيتعامل مع الخلايا العصبيه، بيمارس الانشطه الذهنيه اللي هي مين؟ التفكير خلاص، بغرض، اقرا معايا بقى. يبقى انا دلوقتي الخطوه الثانيه ليه المخ بيشتغل؟ عشان يفسر، يعرف الاسباب ايه، او عشان يدور على معنى يفهم، او عشان يحل المشكله. فبالتالي الانشطه دي كلها بنسميها عمليه التفكير. يبقى بالراحه كده يا عم الخلاصه زي المصاصه ان التفكير يمكن ان هو ممكن يجي لك في الجمله ان هو عمليه ذهنيه او عقليه الهدف منها ان افسر الحاجه اللي قدامي برضه عشان استخدمه في ان انا احل ايه؟ مشاكلي. كلام جميل قوي يا صاحبي، الله ينور عليك. زي يا مستر، زي لما المدرس يجي يسالك، هو المدرس بيسالك رخامه؟ هو المدرس بيرازي فيك؟ لا يا عم، المدرس بيسالك عشان يعرف يخش جوه عقلك ويعرف المعلومه وصلت لك واتكونت لها. زي ما قلت لك من شويه بقى، خليك بقى راجل محترف. خليه عصبيه في عقلك تحمل المعلومه ولا لا؟ ان انت تقدر تتذكرها ولا لا؟ الله ينور عليك. يلا يجي بعد كده يقول لي ايه؟ طب ايه الحالات اللي ممكن تثير تفكيري؟ يعني ايه الحالات اللي ممكن تشغل دماغي بقى طالما انت بتقول ان التفكير هو ايه؟ عمليه تشغيل دماغ. رقم 1 عمليه التنظيم، 2 التذكر، 3 التخطيط، 4 المشكلات او حل المشكلات. طيب
تعال نشوف عمليه التنظيم. ايه هي عمليه التنظيم؟ لما اشوف طالب شاطر اعرف ان الطالب دوت بيرجع البيت بيعمل ايه، من غير ما اعرف تاريخ حياته او طريقته في التعامل، فانا عارف الطالب دوت طالب ايه؟ منظم. يعني ايه طالب منظم؟ طالب منظم يا صاحبي ببساطه شديده ان هو بيبقى غرضه الوحيد التفوق والنجاح. يبقى انا لو عايز انجح واكون شخص متفوق، لما الاقي شخص متفوق اعرف ان هو الشخص دوت في دراسته او غيره بيكون قادر يقنع غيره ويعرف كتير قوي من المعلومات. بيعرفها ازاي يا مستر والمعارف دي؟ قال لك يا عم لان هو بيعمل ايه؟ بينظم تفكيره. طب ما ترجع تاني معايا كده يا عم الحاج، بص بقى هو بيعمل ايه؟ الواد ده ذكي جدا جدا جدا. كل اللي هو بيعمله بيستخدم الطريقه الجامده قوي دي. هو الواد ده عارف ان هو بنى خلايا عصبيه. الراجل ده عارف ايه؟ الخلايا العصبيه. عارف دي. حلو؟ بعد كده بيعرف ينشط الخلايا ديت، يمشي فيها الطاقه. ولما يمشي فيها الطاقه لو هو بقى وقف، ايه ده؟ طب انا اصحصح الخليه الثانيه اللي هي المعلومه الثانيه والدرس الثاني، ولا ارجع للدرس الاول، ولا اركز على الدرس ده؟ فتلاقي واحد بيذاكر اول معلومه بس جات له، طب والمعلومه الثانيه والثالثه ولا فتح الكتاب فيها. يجي هنا ويتعب، يجي هنا كل مره ويتعب، فتلاقي الخلايا دي فاكرها جدا ويقول لك انا مذاكر الماده جدا جدا جدا، تيجي دي الدرس الثاني هو ما فتحوش اصلا. فبالتالي هو ما نظمش تفكيره بحيث ان العقل ياخد مسار المعلومه الصحيح اللي يقدر عن طريقه ايه؟ ان هو يفهم. يبقى الطالب اللي بيقوم بعمل جدول للمذاكره ده بيخطط مسار، ده بيحدد هو هيعمل ايه، فبيساعده في التحصيل الدراسي والتفوق. يبقى اذا بالنسبه لك الخلاصه يا مصاصه معناها انك تكون مرتب في افكارك او مرتب افكارك كويس جدا، وكلامك اي حاجه بتكتبها، اي حاجه بتتكتب، اي حاجه بتخطط لها، جدول تدوين او غيره، بتختار مين على طول؟ التنظيم. يبقى من الاخر تدوين، ترتيب افكار، ترتيب الكلام، تختار لوش على طول مين؟ التنظيم في التفكير دي اللي بيصير الحاله ديت. طب تاني حاجه عندي التذكر. لما حضرتك يكون عندك مشكله مع حد وتلاقي تاني يوم كده ايه، او انت بالليل، هو انا ليه ما رضيتش على الشخص دوت؟ هو انا ليه ما قلتلوش انت غلطان؟ هو انا ليه الى اخره. النشاط اللي بيفتكر في عقلك دوت هو بيفتكر الموقف اللي حصل له. يا عم الحاج والله اي حاجه حصلت لك خليه عصبيه، الاعصاب شغاله، تلاقي نفسك متعصب ونرفز. ليه يا عم الحاج؟ عشان الحته ديت. يبقى يا صاحبي عشان انت بتفتكر اللي حصل، هو ده اللي بيحصل معاك. يبقى التذكر بيشير او بيبدا ان هو يزود نشاط البني ادم اللي بيتعلمه او اللي حصل ليه من خبرات فين؟ في الماضي. خبرات فين يا صاحبي؟ في الماضي. فبتفتكر الطالب لقاعده نحويه مثلا، او الطالب بيفتكر معادله رياضيه، او بيفتكر معلومه في الماده لما بيتعرض ليه سؤال. فكره انك بتفتكرها يبقى معلومه بتنشط في عقلك، يبقى اذا عقلك اشتغل واثار ان هو يشتغل او ان هو يدون حاجات من الماضي. يبقى لما اشوف في السؤال استذكار او ماضي ببساطه شديده جدا اعرف ان هو عملت عمليات من العمليات المعرفيه. زي مين؟ زي الناس كبار السن تلاقيهم دايما بيتكلموا في احداث الماضي، يبقى اذا عندهم نشاط تفكير معين وهو التذكر. التخطيط، اوعى يا صاحبي اوعى فين عن التخطيط. ايه الفرق يا مستر ما بين التخطيط والتنظيم؟ قلت لك حضرتك في السنتر عندنا، قلت لك خلي بالك من حاجه كويسه قوي. الحاجه ديت هي ايه؟ الحاجه ديت حاجه من الاثنين. بص يا عم، انا عن نفسي لما بحب اخطط حاجه، بص كده، ايه ب عين، والله العظيم انا بص انا خسرها في البلد دي يا عم. طيب تعال نشوف مع بعض. ه ب عين. اله هو ايه؟ هعمل. اله يبقى هعمل، يبقى اذا دي لها علاقه بمين؟ بالمستقبل. طب والب بعمل، يبقى لها علاقه بمين؟ بالحاضر. طب والعين عملت، يبقى لها علاقه بمين؟ بالماضي. يبقى 3 انماط من الاثاره بتاعه التفكير حصلت لي. يبقى لما اقول مستقبل يا صاحبي تقول لي على طول مين؟ تخطيط. ولما اقول لك لما اقول لك حاضر او بعمل دلوقتي يبقى اسمه ايه؟ منظم او تنظيم. ولما اقول لك ماضي يبقى تذكر. صعب يا عم؟ طيب حلو قوي. يبقى تاني لما اجي اكلمك عن التخطيط على طول تقول لي يا مستر دي سهله قوي قوي قوي. تقول لي يبقى ليها علاقه بالمستقبل. اني عايز اخش اعمل بعثه، عايز اقدم على بعثه بره مصر.
دراسيه مثلا، او ان انا ناوي ان انا اشتغل، او ان انا ان شاء الله هخش القسم العلمي او القسم الادبي، او ان انا ان شاء الله هخش الكليه الفلانيه، كل ده يا حبيبي اسمه ايه يا صاحبي؟ اسمه ايه؟ اسمه تخطيط، لان هو بيبقى على مدار فتره ان شاء الله بتكون ايه؟ مستقبليه طويله شويه. يبقى عندما ينظر الفرد لمستقبله تقول لي على طول ده تخطيط، سواء كان دراسي او كان ايه؟ مهني، فبيحدد لنفسه اهداف بيفكر بيها ويحط لها ايه؟ خطه للوصول. طيب يبقى لما اشوف في السؤال كلمه مستقبل او خطه او تحديد اهداف او توقع او تنبؤ او كلمه تكهن، تقول لي على طول ده مين؟ ده حاجه هتحصل في المستقبل، يبقى تخطيط. يبقى اي حاجه ليها علاقه بالمستقبل او هيئه او توقع تقول لي ده مين؟ ده تخطيط. طيب اخر واحده معايا من الانشطه اللي بتثير الذهن هو حل المشكلات. ايه هو حل المشكلات يا مستر؟ بص يا عم ببساطه شديده جدا جدا. حل المشكله ديت لما بيقع قدامك مشكله، لما واحد صاحبك يشتكي لك يقول لك الحقني ده انا واقع في ورطه، قول لي اول حاجه انت بتقولها له ايه؟ ايه اللي حصل؟ ليه بتقول له الحاجه دي؟ عشان يا حبيب قلبي حضرتك بتروح تدور على مين؟ بتدور على شرح، والشرح ده عباره عن معلومات. الشرح ده عباره عن ايه؟ عباره عن معلومات. يبقى انت تروح تدور الاول على معلومات تكشف لك عن المشكله حصلت فيها ايه، وتبدا تدور على الظروف المحيطه بالمشكله عشان غرض مين؟ حلها. يبقى انت عايز تروح تحل المشكله. لو واحد صاحبك قال لك الحقني ده انا ضايع مش عارف احل حاجه ومش مذاكر المنهج خالص، سبت الفلسفه يا حبيب قلبي البس اوعى عياط، سبت الفلسفه لاخر الترم، هتعمل ايه؟ مش عارف تحلها، مش عارف تجمعها. كل اللي انت هتعمله ببساطه شديده اول ما يقترب موعد الامتحان انك مش مذاكر كويس فشرحت لزميلك الموضوع، لان انت خلاص فهمت عندك معلومه، فبالتالي قدرت ان انت تساعده باعداد جدول لمين؟ للمذاكره. يبقى لما اشوف كلمه مشكله او حل او نقص للقدرات او العائق تقول لي ايه على طول؟ تقول لي على طول يا مستر ده حل المشكلات. يبقى لازم تلاقي في الجمله مشكله، لازم الاقي ان في مشكله وانا قادر احلها، عندي معلومه ان انا احلها، وش على طول بختار مين؟ على طول بختار طريقه حل المشكلات اللي بتثير نشاط التفكير. طب ايه اهميه التفكير يا مستر؟ يا عم ده اهميه التفكير ده حلو قوي. اهميه التفكير يا اما منفعه عمليه دي ليها علاقه بالشخص، اما المنفعه العامه عشان ممكن تلخبط ما بينهم دي ليها علاقه لما اشوف كلمه مجتمع. يبقى لو قلنا شخص تقول لي مين؟ منفعه عمليه، ولو قلنا عامه تقول لي ده مين؟ مجتمع. طب والصحه النفسيه للشخص برضه، والتحليل والنقد ايه؟ للشخص. تعال نشوف المنفعه العمليه للفرد. بص يا حبيبي، الانسان طول عمره اناني. الانسان طول عمره ايه؟ اناني، وبيحب نفسه جدا جدا جدا. وطالما الانسان اناني وبيحب نفسه فبالتالي دايما بيدور على ازاي يحل المشكله. طيب فبالتالي اول ما بيشوفه بيبدا يقارن نفسه بغيره، يعني الانسان بما ان هو اناني فبيقارن نفسه بغيره، ليه انا مش كده؟ ليه انا مش زي ده؟ خلاص؟ فروح التنافس او مجال التنافس اللي بيحصل للشريف، طبعا انت بتقارن نفسك عشان تبقى انت برضو زيه. المجال ده لما بيحصل انت بتستنفع، فبتبدا تتحمس اكتر ويبقى عندك دافعيه اكتر ويبقى عندك اراده قويه انك تبقى حاجه فيما بعد. فمجال النجاح والتفوق بيكون موجود لا محاله. يبقى اذا انا لما انافس نفسي مع غيري او انافس نفسي مع نفسي فانا بنجح. يا عم بتنجح وبتتفوق وبتتفوق بمدى قدره الفرد على التفكير الايه؟ السليم والسديد. طيب فالطالب اللي بيشارك في مسابقه الالقاء مثلا فبيدور دايما على المركز الاول. او انا اخش مسابقه ولما بدور على المركز الثالث ولا الخامس ولا السابع ولا الثامن، يبقى بخش ليه؟ هل انت عمرك تخش مسابقه وانت اصلا مش فارق معاك المركز؟ استحاله طبعا. يبقى انت كده مفيش تفكير بقى، صح؟ طيب يبقى لما اشوف كلمه تنافس او الحصول على المركز الاول او ايا كان بنقول عليها مين؟ على طول العمليه او المنفعه العمليه للفرد. يبقى الفكره هنا قايمه على المنافسه. الفكره قايمه على ايه؟ المنافسه دي اللي هتخليك اول واحد توصل او تاخد دايما المركز الاول. يبقى دايما لما اشوف كلمه تنافس او لما اشوف كلمه ان انا عايز ابقى كويس او ان انا بعدل في نفسي على طول تقول لي دي منفعه ايه؟ عمليه للفرد. طيب تعال نكمل المنفعه العامه. ايه هي يا صاحبي المنفعه العامه؟ بص يا عم، المنفعه العامه بتساعد مهارات التفكير على اصدار الاحكام. ركز معايا قوي من حته اصدار الاحكام دي. ايه فكرتها مصدرها؟ بص يا صاحبي، اصدار الاحكام او حل المشكلات مهمه جدا بالنسبه لك. عشان مين؟ عشان المجتمع. نيوتن لما اكتشف الجاذبيه وبدا ان هو يطلع قوانين الجاذبيه، هو ما حلش لنفسه ان هو لمع نفسه بس، ده اللي عمله دوت اثار بعد كده طفره كبيره جدا في العلم، فبالتالي كل الناس استنفعت منه.
توماس اديسون لما اخترع المصباح الكهربائي برضه نفس الكلام، علف نفسه ولمع في نفسه، بس في الاكتر مين فاد بقيه الناس. يبقى لما افيد الناس واحل مشكله واطلع قرار ينفع الكل، على طول بقول عليها منفعه عامه. يا عم ده بقول لك عامه، يبقى تنفع ليا لوحدي؟ لما اروح اقول لك مثلا ده المجاري بايظه في الشارع بتاعي، لما اصلح المجاري، هو انا ايه لما اجي اطلع البيت هبوظها وانا طالع يعني؟ لما اروح اسفلت الشارع اللي قدام بيتنا هلم الاسفلت وانا ماشي داخل البيت؟ اكيد لا طبعا يا صاحبي. يبقى اذا بالنسبه لك انت محتاج ايه؟ محتاج ان انت تنفع غيرك وانت اللي معاك. انا كمعلم دلوقتي بشرح لك، ما انا بستنفع منك وانت كمان بتستنفع مني. يبقى اذا بالنسبه لك النفع الاكتر لو للمجتمع بنقول منفعه ايه؟ عامه. زي المعلم اللي بيستخدم استراتيجيات التعلم الحديث عشان يواجه مشكله الملل. دايما لما تشوف كلمه فايده للمجتمع او تغيير في التعليم او رصف في الطرق مثلا زي مثال او اتخاذ قرارات، تقول لي على طول اي قرار بيفيد المجتمع يا مستر منفعه عامه. طيب يقول لي الصحه النفسيه. طيب في التعريف الصحه النفسيه بتاعنا الجمعيه الامريكيه للصحه النفسيه، الشخص اللي عنده صحه نفسيه دوت هو شخص خالي من الاضطرابات او لا يعاني من اضطرابات في الوقت الحالي او بعدين. ببساطه شديده يا حبيبي، هو الشخص اللي عنده اضطراب. يعني ايه اضطراب يا مستر؟ يعني عنده مشكله، يعني عنده مشكله بس مشكله طويله شويه فبنقول عليها اضطراب. الشخص اللي بيكون عنده اضطراب نفسي دوت ما بيكونش مدرك للمحيطين. في مقوله دايما بتقول لك ليس الاكثر قدره على البقاء الاقوى ولا الاذكى، والا كان الانسان هو اللي بقى ابدي وخالد تمام، او الاقوى الديناصورات كانت قعدت بقيت حياتها، صح كده؟ طيب امال مين اكثر قدره على البقاء؟ مين الاكثر واحد قادر ان هو يقعد؟ المتكيف. يبقى اذا بالنسبه لي الاقوى على البقاء هو الشخص اللي يقدر يتكيف. طيب يتكيف ازاي؟ اكيد مش يتكيف دي لا، يتكيف اللي هي يتاقلم او ينسجم او يتوافق مع اللي حواليه. طيب بص يا عم، يبقى بالنسبه لك القدره على التكيف هو ان انت تقدر تتواكب مع الموقف اللي انت فيه او مع الحدث اللي انت فيه او مع الموضوع اللي انت فيه، سواء كانت احداث او متغيرات اللي بتخلي الفرد يحس بايه؟ يحس بالراحه والسعاده النفسيه. الراجل هيبقى مبسوط هيبقى مرتاح. طب ده بيحصل امتى؟ دايما في اي بيئه جديده، اي بيئه جديده انت بتخش فيها او بتتعرض ليها بيحصل كده. يعني انت دلوقتي في اولى ثانوي دخلت مدرسه جديده، عندك فصل جديد، عندك مدرسين جداد، عندك زمايل جداد انت ما شفتهمش قبل كده. كل الناس دول محتاج ان انت تتكيف معاهم. ولا تتكيف في حته ثانيه؟ لا يلا، ولا تكييف واحد ربع حصان ونص حصان والكلام ده لا مش كده. طيب يبقى اذا بالنسبه لي انت محتاج ان انت تتاقلم معاهم، تتواكب معاهم، تشوف الوضع ماشي معاهم ازاي عشان تقدر ان انت ايه اللي انا محتاجه ان انا اقدر استمر في البيئه دي. طب انا دلوقتي لو انا كنت في بيئه مثلا، كنت في بيت حصل ظروف فان احنا اضطرينا ان احنا نسافر مكان تاني او ان احنا ننقل المكان اللي احنا قاعدين فيه او السكن بتاعنا، هنا بيحصل نوع من انواع ايه؟ الصراع. يبقى انا بالنسبه لي في عندي صراع، ده بيكون عكس التكيف. الصراع عكس مين؟ عكس التكيف. انت بيحصل لك في الاول صراع، انا اعمل ايه؟ دلوقتي اعمل ايه؟ انا دلوقتي مش مرتاح مع الناس دي، الناس دي مش فاهماني، افكارنا مش زي افكارهم، اعمل ايه؟ هنا بيحصل الصراع، التصادم، زي ما بنقول كده ما محبه الا بعد ايه؟ عداوه. يبقى انت بتصطدم باللي قدامك الاول ويبدا الاصطدام ده يقل 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 لغايه ما بيحصل التكيف العقلي او الاجتماعي، فبالتالي بتحس بالراحه مع الناس دي. ولما بتحس بالراحه طبيعي جدا بتحس بالسعاده ان انت مبسوط مع وسطهم ومعاهم. يبقى لو انت انتقلت لبيت جديد مثلا واتمكنت من اقامه علاقات وصداقات، هيبقى الموضوع بالنسبه لك مش صعب ان انت تكمل في المكان الجديد، فبتحس بايه؟ بالراحه. يبقى لو شفت كلمه تاقلم او تكيف او تعود او راحه نفسيه او سعاده، اول ما اشوف الكلام دوت تقول لي على طول مين؟ صحه نفسيه. يبقى بما ان انت غيرت المكان او المحيط اللي بيضايقك، فبتبدا تتاقلم عشان تحس بايه؟ بالراحه والسعاده. يخش بعد كده يقول لي القدره على التحليل والتقويم والنقد. ركز الله يبارك لك يا صاحبي. التحليل والتقويم والنقد كل مهاره فيهم اصلا المفروض تبقى منفصله عن بعضها. التحليل هو ان انت تعرف اسباب وتفسيرات كده معينه مبسطه. التقويم ان انت تقدر يبقى عندك الامكانيه انك تعدل. النقد انك تعرف المميزات والعيوب. طب كل ده بيساعدني في ايه؟ خليك كده فاكر معايا، بيساعدني ان انت ما بيكونش عندك حاجه اسمها اللي هي بنسميها عدم التبعيه. ان انا مش شخص تابع للناس ديت، انا ما بتاثرش بافكارهم. الكلام ده بيحمي الفرد من ايه؟ من ان انت تتاثر بافكار الناس.
اذا كانت الناس ديت افكارهم غلط او صح لازم تفكر فيهم، فبيساعدك ان انت تواجه الافكار بادله. يقول لك ده بيقول لك ده بيتكلموا عليك. لو صاحبك واحد جاي لك قال لك خلي بالك ده فلان الفلاني بيتكلم عليك، اوعى تجري تتخانق معاه. فكر الاول واعرف اسباب هو جاي يقول لي كده ليه. تاني حاجه عدل، طب يا عم يمكن مش قصده حاجه، طب يا عم يمكن مش هو ده تفكيره. انقد، لو لقيت ان كلامه مميزاته اكتر من عيوبه هتقبل، لو العكس طبعا هتعمل ايه؟ هترفض. يبقى انا مش اهبل وتابع بقبل على طول الكلام واجري. طيب يبقى اذا بالنسبه لك لو واحد قاعد يقول لك يا عم بلاش كليه فلانيه، بلاش الكليه الفلانيه، بلاش الكليه الفلانيه، طبيعي جدا هتفشل. يبقى لو في حد من جيرانك بيتكلم مثلا ان انت ما ينفعش تشتغل في النجاره مع انك خريج كليه هندسه او الميكانيكا، فلو انت ما تاثرتش بكلامه وما كنتش تابع ليه فاكملت مهنتك تلاقي نفسك اسست مشروعك الخاص ونجحت وتفوقت. فكلام الناس دايما هراءات، كلام الناس دايما اقوال ملهاش اي واقع ولا اي فعاليه. فلازم يبقى عندك احتياط، اللي هو عندك حيطه وحذر من كلام الناس، يبقى مش اي حاجه مصدقها وان انت مش بتصدقش كل الكلام. يبقى بالاخر كده خلاصه يا مصاصه، يبقى ما فيش فكره سلبيه تاثر عليك. عشان تحل الموضوع فاعتمد على النقد ونفسك وما ترفضش او تقبل اي فكره الا لما تفكر فيها. طيب كانت جزئياتنا النهارده بتتكلم عن الدرس الاول بيكلمك عن ايه هو التفكير وايه هي الحالات اللي بتثير التفكير. اشوفكم ان شاء الله في حل اسئله الدرس دوت، ثم بعد كده هناخد ايه هي العوامل اللي بتوقعنا في غلط التفكير في الدرس الثاني للفلسفه. اشوفكم على خير حبايبي النفساني، سلام.